مظبوط وكلهم قد بعض. وبعد كده سبتها في الصاج اهو، بصوا هنا بعد ما قطعتها كلها وسبتها كمان تخمر. طبعا انا سبتها تخمر لمدة حوالي ساعة لان احنا في الشتاء فالخمر بياخد وقت شوية. لو انتم مستعجلين عليها تقدروا تشغلوا الفرن وتطفوه، يعني تشغلوا مثلا 5 دقايق ولا حاجة وتتأكدوا ان انتوا طفتوه، وبعد كده تدخلوا القراقيش بتاعتكم تخمر. هتاخد حوالي ساعة او ساعة الا ربع، يعني مش اقل من كده في الشتاء. وبعد كده نبتدي نخبزها. طبعا الخبيز بتاعنا هيكون هنشغل الفرن على درجة حرارة 200، درجة حرارة عالية شوية. وبعد كده ندخل القراقيش بتاعتنا ونسيبها تاخد كده بس يعني على جو الفرن. وبعد كده نهدي الفرن على درجة حرارة 180، كأننا كده بنعمل كيكة. نهدي الفرن خالص عشان تاخد سوا وما تاخدش لون من بره، وبعد كده نلاقيها عجين من جوه او نلاقيها طرية من جوه. لا، لازم نسيبها